أخبار عن انفجار الوضع بالعاصمة بالإمارات بأبو ظبي. اعتقالات بالجامعات وبالمدارس من الطلاب الذين يتداولون الفيديوهات بأن الإمارات وراء زعزعة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. اعتقالات اليوم. طبعا الأمور بأبو ظبي، طبعا الأمور على حافة الهاوية. تم اعتقال هؤلاء النشطاء الذين يتداولون فيديوهات الناشطين من سوريا، من اليمن، من غزة ومن السودان، بأن الإمارات والعاصمة أبو ظبي هي المسؤولة عن زعزعة الأمن والاستقرار بالدول العربية، وهي المسؤول الأول عما يجري إن كان في سوريا وغزة واليمن والسودان. ويتم الآن انفجار خطير ومداهمات من قوات الأمن والحرس بدبي، بالإمارات عفوا، بأبو ظبي، باعتقال هؤلاء الذين يتداولون ويعيدون نشر الفيديوهات من النشطاء الذين ينشرون المقاطع ومن ثم يتداولونها هم، بأن كما ذكرنا بأن هؤلاء هم من يزعزعون الوضع في مناطق الدول العربية وهي الداعمة. هذه هي دولة الإمارات، تعرت أمام الشعوب العربية وبانت حقيقتها من هي وكيف التطبيع مع دولة الإمارات، كيف طبعت وكيف ساندت وكيف سوف تلاقي حتفها إن شاء الله من الشعوب. طبعا الشعوب الذين تم اعتقالهم تقريبا كما ذكر المصدر 55 أو 60% طبعا مغتربين، يعني شيء لبناني، شيء فلسطيني، لا أعتقد لبناني، يمني، سعودي، نشطاء ومن الجامعات، أساتذة وخريجين وأكاديميين، هؤلاء الذين تم اعتقالهم لأنهم يتداولون بالنشر وإعادة النشر بالنسبة للمقاطع بأن كما ذكرنا بأن الإمارات والعاصمة أبو ظبي هي المسؤولة عما يحصل في زعزعة منطقة الشرق الأوسط. فبتمنى يكون هذا طلقة ريح نشر، إعادة نشر وتعليق وإعجاب وشير لحد ما يوصل للأحرار شو عم يصير بدولة الإمارات الداعمة والأخطر في الدول العربية بالنسبة للشعوب. وأعتقد بأن إذا تم هذا الموضوع على نفس هذا الميثاق وعلى نفس هذا المسار فإن الأمور تترأجح بدول العربية، ومن ثم مصر نريد إسقاطه كمان، السيسي الداعم الأكبر والذي مسكر المعابر عن أهالي غزة. نعم أخواني، نعم، نحن نوصل كلمتنا ونوصل كلمة الحق من هؤلاء الدكتاتوريين المتغطرسين بوجودهم في سدة الحكم، ويستغلون الشعوب ويستغلون قلوب العالم والبشرية، وأبناؤنا وأطفالنا ونساؤنا تذبح وتقتل بالقصف والأموال العربية. فللأسف الشديد هذه هي رسالتنا اليوم، بأن نتضامن ونقف ونصل صوتنا، ونتمنى أنتم منكم الذين تتابعون أن تصلوا صوتنا إلى المختصين والمسؤولين. وأعتقد بأنه وصلت الرسالة، وألف تحية لكل من يدعم ويشارك ويتابع.